بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم بقى من قناة اكلات ويوميات مها. يا صباح الفطار بقى المتين كده، والروتين النهارده الحلو يعني روتين كده حلو قوي. كمان اليوم ده بحبه قوي قوي قوي. اليوم اللي بعمل فيه الاكله ديت بموت فيها. النهارده بقى بدأت كده معاكم الفطار. انا ما حبيتش اعمل معاكم فطار، عملت معاكم قبل كده، فقلت ايه اصور لكم احنا فطرنا ايه. طعميه بقى وبطاطس مهروسه، وغسلنا جرجير وبيض وفول. فبعدين ايه، بعد ما فطرنا بقى وخلصنا فطرنا كده، قلت ابدا اي حاجه كده في الاول. فبدات او حبيت ابدا بالحلويات بتاعتي. انا كنت عملت صنفين حلويات. كان عندي لفه صغيره جلاش، فانا عندي بنات بيحبوه يعني، فقلت ايه. بنتي بقى عماله تقول انا عايزه ماما حلويات، عايزه جلاش، عايزه. فكانوا عايزين نشتري من بره، فصراحه لقيت سعره ما شاء الله يعني الحاجه مولعه. فقلت لا، طلعت اللفه بتاعت هي يعني قال كمان من نص كيلو. طلعتها من الفريزر وسبتها تفك، وبدأت اعمله. حتى ما كانش عندي مكسرات ولا اي حاجة، فقلت برضه هعمله سادة وخلاص. حاجة مسكرة وخلاص يعني هيسكتوهم عني شوية. المهم طلعت بقى ايه لفت الجلاش كده وفردتها، وبدأت اعمل او ادهن ما بين الطبقات، كل طبقة او كل طبقتين على حسب ما انتي عايزة. انا عملت ايه كل طبقتين كده عشان ما يبقاش سمين قوي او دهني قوي يعني. وبدأت ادهن معلقة سمنة كده حلوة، وبدأت ادهن بالفرشة عشان برضو مكتريش في السمنة. هخلص كل الكمية على بعضها، او هعمل اللفة كلها على بعضها، وابدأ اقطعها شرايح بالطول، وارجع تاني اقطعها مكعبات صغيرة او مربعات صغيرة زي ما انتم شايفين كده. تنتها على شكل مثلث، وخلاص حطيتها في الصينية بتاعتي في الفرن. كان طعمها حلو يعني، كان طبق حلو كده متوسط بس. آه يعني كلوا وانبسطوا كمان. حاولي تعملي اي حاجة وبأقل الامكانيات هتبقى حلوة في بيتك، بدل ما تروح تشتري مثلا بقد كده وفلوس قد كده. لا، وفري وشوفي، لان اليومين دول يعني الناس كلها عايزة توفر اي حاجة. الحاجة بقت غالية اوي في المحلات، حتى الناس اللي بتلف بعربيات وحلويات من ديت. الحاجة رفعت قوي. هو طبعا الحاجة رافعة وكل حاجة رافعة، بس على ما تدوري تجيبي مثلا اكل وشرب وحلويات، عايزالك ميزانية فوق الميزانية بتاعتك. فنحاول ندبر ونوفر على الاقل يعني، بأقل الامكانيات اللي عندنا هنعمل حاجاتنا في بيتنا وهنوفر. وربنا يعيننا كده على اللي احنا ايه فيه، وعلى مصاريفنا ومصاريف عيالنا. المهم خلصت كل الكميه زي ما انتم شايفين، عملتها مثلثات مثلثات كده، وكانت طعمها حلو مقرمشه جدا. طبعا ما فيهاش حشو، عايزه تحشيها عايزه تعملي فيها اللي انت عايزاه اعمليه. وبرضو عملت صينيه بسيسه كده. هما طبعا البنات عندنا بقوا يعني بيحبوها قوي، فقلت ايه اعمل صينيه كده صغيره. جبت بقى كوبايتين سكر، وعليهم بيضتين اتنين، وكمان كيسين فانيليا او 3 بيضات، وفانيليا وذرة ملح صغيرة عشان يعادل الطعم بس. وكمان عندي فروت برتقال ده، حطيت شوية زيت وسكر، نص كوباية زيت كده، وكمان كوبايتين سكر و3 بيضات والفانيليا، وقلبيهم حلو مع بعض. وهنزل عليهم بعصير. عندك عصير برتقال فريش ماشي، ما عندكيش انا جبت كيس عصير تانك، وعملته بمية وحطه عليهم. كان طعمها حلو جدا. وكان عندي شوية شربات سقيتهم بيهم يا بنات بعد ما خلصت خالص، او بعد ما طلعت من الفرن. كان طعمها حلو قوي. دي كوبايتين دقيق ذرة وكوبايتين دقيق قمح. الكمية كانت ما شاء الله حلوة، والمقادير كده مظبوطة جدا. وطبعا حطيت عليها شوية خل عشان بيعمل زي محسن كده كده الكيكة بتاعتي، بينفشها وبيخليها حلوة. وكمان لو في اي نوع من الزفارة او اي حاجة من ديت ايه الخل يعني بيضيعها، ما بتحسش باي زفارة للبيض ولا اي حاجة من الحاجات دي. وعليهم كوز بيكنج باودر. هنقلب كل بقى الخليط ده مع بعض، ونجيب صينية ونحطه. عندك شوية شربات بقى بعد ما تطلع اسقيها بيهم. طعمها تحفة 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 تحفة، جميلة جدا. وكانت طالعة ما شاء الله ما شاء الله هشة خالص. هحطها بقى في صينية، وهنحطها في الفرن تستوي. هنعمل غدا ايه النهارده يا بنات؟ ودي طبعا زي ما قلت لكم، اليوم ده بيبقى احب يعني الاكلات على قلبي. هنعمل فراخ مشوية. طبعا فراخ ما شاء الله انا كنت مربياها عندي كده. جلاش طلع من الفرن بقى، هنسقيه. الجلاش بيبقى سخن، والشربات بتاعك بيبقى ايه بارد. عملت بقى بنات النهارده فراخ مشويه ورز مبهر، او رز يعني يعتبر كبسه، بس من غير طبعا فراخ. انا كنت فراخ عاملاها مشويه.
فهنشوف هنعمل ايه مع بعض. التتبيله اللي انا كنت عاملاها في الفراخ ومتبلاها مع بعضنا يعني قبل كده كم مره، فما جبت يعني ما صورتهاش صراحه، لكن انا بقول لكم عليها واحنا ايه بنتكلم كده. المهم اعمل شويه الرز. عندي مثلا قرفه، ورق لورا، حبايتين ليمون او مجفف، وكمان 5 6 ايه قرنفل. وهندوق يعني شوية زيت او معلقة سمنة اللي انت عايزاه، وهتبدأي يعني تقلبي كل الخليط ده مع بعض او كل البهارات دي مع بعضها. وكمان كان عندي حوالي معلقتين بهارات كبسة، ما حطيتش لا كركم ولا كاري ولا اي حاجة، اكتفيت بس ببهارات الكبسة يا بنات، وكانت ريحتها حلوة جدا وطعمها حلو. هنحط عليهم معلقتين 2 بهارات من الكبسة بتاعتي، وهنبدأ نقلب كل الحاجات دي مع بعض. هي ما شاء الله كانت جميلة جدا، والبهارات طعمها حلو وريحتها كمان حلو، وده كمان الرز طعمه حلو. زي ما شايفين بقى كده ايه، بحاول ابدأ يعني امدج او امزج كل البهارات دي مع بعض لغايه ما تحسي بريحتها، وتقومي بادئه حاطه غسله الرز بتاعك. طبعا ما جبناش الرز البسمتي لانه غالي، فانا جبت الرز المصري بتاعنا يعني، وغسلته حلو او كنت نقعه قبلها بشويه عشان ايه ينزل كل النشا اللي فيه. وبدات احط الرز معايا على البهارات والحاجات دي، هنقلبها او نشوح الرز مع بعضنا، وهنزود بقى بالملح شويه يعني قلب مرقه دجاج، اي حاجه من اللي عندك، او عندك شوربه خالص تعملي بيها ما شاء الله يعني، ميه مرقه دجاج اي حاجه، كل حاجه ماشيه معاكي. هحط بقى الملح واحط شويه فلفل صغيرين، وهقلب او اشوح كل الرز ده مع بعض لغايه ما تحسي انه يعني بدأ يسخن كده او سخن معاكي. كل ما تشوحي الرز كل ما يبقى مفلفل معاكي حلو، مبقاش معجن. اللي وصل بقى يا بنات معايا هنا الفيديو حطوا لي لايك كده، وكمان دعوه حلوه من قلوبكم، وما تنسوش اللي مش مشتركين يشتركوا معايا في القناه عشان تكبروني ونكبر كلنا مع بعض. خلاص كده انا زودت الرز بتاعي، هسيبه بقى لغايه ما يغلي، وابدا يبدأ يتشرب المية بتاعته، وابدأ اوطي عليه خالص واسيبه يستوي مع نفسه. ادي الفراخ بقى يا بنات، وخدنا بقى الفراخ اللي انا عاملاها ومتبلاها قبلها مثلا بساعتين 3، او مثلا قبلها بليلة، ممكن اللي انت عايزاه. انا صراحة عملتها يومها الصبح، تبلتها وعينتها في قلب التتبيلة معانا، ولغاية ما جينا شوينا طلعنا بقى على السطح فوق خالص. قلنا بقى الجو كان حر شوية، فقلنا نطلع نشوف فوق على السطح في الهوا بقى يعني، وادينا شوية طراوة كده. التتبيلة يا بنات انا بعمل بصلاية، وكمان عليهم كام طماطماية كده، وكمان عليهم فصين 2 توم وشوية فلفل اخضر، واحطهم في الخلاط كل ده مع بعض وينضرب حلو. وحطي بقى على البهارات اللي انت عايزاه، عندك بهارات فراخ، عندك بصل بودرة، توم بودرة، زعتر، روزماري، بهارات فراخ زي ما انا قلت لكم، او ما عندكش خالص حتى لو عندك بهارات لحمه مش مشكله. آم، كركم كاري، اي بهارات، انا ما بتأيدش الفراخ بالذات يعني، بتقبل اي بهارات عندك. عملت كل ده مع بعضه، وكمان ما تنسيش عليهم معلقه الخل، وكمان الليمون، كمان ليمونه، وشويه سكر، او عندك دبس رمان، او عندك صويا صوص. كل الحاجات دي حطها مع الفراخ بتدي طعم حلو، وبتدي كمان لون حلو. وطبعا هتخليها بقى في التتبيله دي كلها مثلا ساعه 2 3 4 ان شاء الله، حتى من قبلها بليله، وتبدأ تشويها على الفحم. المهم سبتهم بقى يشووا، قلت ايه اصور لكم بقى كده ايه شويه من الغروب الشمس. خلاص كان المغرب قرب جدا، وده منظر الغروب يا بنات. يا رب يجعلنا كده دايما في خير وفي سعاده وفي صحه وراحه بال، امين اللهم امين يا رب العالمين. خلصنا بقى كل الحاجات الحلوه ديت، ونزلنا بالاكل تحت عشان كلنا نتغدى مع بعض. ادي منظر الفراخ يا بنات، ما شاء الله اللهم بارك، كانت جميله جدا، وكان طعمها حلو، طبعا حاجه انت مربياها بايدك. وادي منظر برضو الرز طعمه حلو جدا، وعملنا سلطة. والحمد لله يا رب، فضل ونعمة من عندك، ويا رب ما تحرمنا من النعمة دي ابدا. يا رب يكون الفيديو عجبكم ويكون خفيف على قلوبكم. اسيبكم بقى في رعاية الله، ما تنسونيش من دعوة حلو من قلوبكم، وكمان لايك وشير للفيديو، او اشتراك كمان حلو من عندكم كده. وادي صينية البسبوسة بعد ما سقيتها، ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله، طعمها حلو قوي، وكمان كانت هشة جدا. يا رب تكونوا استمتعتوا معايا، ويا رب تكون ونتقابل على خير إن شاء الله في الفيديو الجاي. مع السلامة.